انا عن نفسي قابل ذمتك، ده منظر عربية تستحمل الوزن او الحمولة اللي عليها دي؟ تحس كده ان الراجل ده بيفول الحمار، لكن طبعا في الحقيقة غير كده. لو قابلت المنظر ده بلاش تسرح في شكلك علشان ما تعملش حادثة، وده لما تزود الحاجة فوق طاقتها. اكيد طبعا هتلاقي النتيجة دي. يا ترى السواق ده شاف العربيات اللي وراه؟ اكيد لا. وتحس كده ان هو واخد عرض الشارع كله. اكيد الفازات دي غالية وخدت وقت في تصنيعها، علشان كده ما ينفعش تتنقل بالطريقة دي. مع أقرب مطب أكيد هيكسرهم. ده أحدث علاج للصداع والاكتئاب وعدم رسمة الابتسامة. بصراحة أنا حاسس إن أنا مصدع جدا. حتى الكلاب اتعلمت إزاي تاخد صورة سيلفي لنفسها. أكيد الصورة فيك بس عجبتني. الكلب ده مش بيورينا أسنانه، ده من شدة السرعة اللي صاحبه سايق بيها العربية. ودي أغرب قصة شعر بتتعمل على القفا. عمرك سمعت حد بيغني للقفا قبل كده؟ وده قلب دماغه تقريبا عشة حمام. انت ايه رأيك في اللي بيحصل ده؟ لو انت بقى داخل على جواز فكر كويس جدا قبل ما تاخد الخطوة دي. انا عن نفسي نصحتك اهو، ودي افضل صداقة ممكن تشوفها في حياتك. ده حتى كمان قاعدين بنفس الوضعية. اصحاب المزرعة دي اخدوا وقت علشان يعملوا او يرسموا المنظر اللي انت شايفه ده. بصراحة هي حاجة من اتنين، يا اما الفيران دي سكرانة، يا اما القطة مش عايزة تحرمهم من العشاء الاخير. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة، وقول لي ايه رأيك في المحتوى اللي انا بقدمه. ان شاء الله بكرة هننزل القصص والظواهر. ما تنساش تشارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك واقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.